بتاخد علاج للذاكرة أو للدوخة زي تيبونينا وبتاخد معاه دواء سيولة، يبقى لازم تاخد بالك. أدوية السيولة مثل أسبرين، كلوبيدوجريل، وارفارين وهيبرين بتعمل على منع تكون الجلطات، لكن المكملات اللي فيها جينكو بيلوبا زي التيبونينا وغيره هم كمان بيقللوا تجمع الصفائح. طب إيه اللي بيحصل لما تجمع الجينكو مع أدوية السيولة؟ عشان نفهم ده لازم نعرف أنواع التفاعلات الدوائية. أول نوع اسمه additive، يعني تأثير دوائين بيتجمع مع بعض، 1 زائد 1 يساوي 2. النوع التاني اسمه synergism، هنا 1 زائد 1 ممكن يساوي 3. النوع الثالث اسمه antagonism، العكس تماماً، دواء يمنع تأثير دواء تاني ويرجع خطر الجلطة تاني. طب نرجع للجينكو، معظم تفاعلاته مع مميعات الدم من النوع additive، يعني تأثير السيولة بيتجمع ويزيد خطر النزيف. الخطر ده بيزيد أكتر لو كنت بتاخد دواءين سيولة مع بعض. الخلاصة، بلغ طبيبك بأي مكمل عشبي بتستخدمه، خصوصاً لو بتاخد دواء سيولة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة. معلومة صحية بس كيوت.